حاجات وتفاصيل محدش قالك عليها عشان تقفل مادة الأحياء. مش محتاج تبقى عبقري عشان تقفل مادة زي الأحياء. ولو أنت بتذاكر وبتنسى بسرعة لازم تشوف الفيديو ده. خد عندك أول حاجة، ودي من على طرف المعلقة زي ما بيقولوا. بص يا سيدي، دي المتفوقين كل درس هتلاقي فيه جزئية صعبة، زي مثلا حشرة المن والنحل العسل تتلخبط منهم في الميوزي والميتوزي، زي مثلا نبات الفوجير الى اخره. اي درس فيه جزئيه صعبه او صعبه في فهمها، مش سهله في فهمها، محتاج تعيد عليها مره واثنين وثلاثه. دايما في الامتحان هيسالها في الجزئيه دي، شرعي عربي احياء. دايما بص على الحته اللي انت حاسس انها صعبه وعيدها مليار مره، لانه هيسالك في الحته دي، وهيفرق ما بين الطالب المتميز والعادي او المتوسط في الحتت دي. لان كل سنه الامتحان بيبقى حوالي 45 درجه، 40 45 درجه، بيبقى اسئله متوسطه جدا. الطالب اللي كان بيذاكر ومجتهد وبيحل واجبه وامتحاناته باذن الله يقدر يجاوبهم بكل سهوله. لكن في دايما من 10 ل 15 درجه في الكلام اللي بقول لك عليه ده، في الاسئله دي، وانت محتاج تتفوق او محتاج تقفل. فركز معايا في النقط دي في كل المواد، في الفقه، في العربي، في الشرعي، في اي حاجه. بص على الحته الصعبه في كل درس هتلاقيه بيسالك فيها عشان يميز بين الطلاب. طب عايز خطه تعمل لي القصه دي بسرعه وبسهوله وبشياكه، عشان انت تسمع فيديو ممكن تكسل. اقول لك تعمل ايه. تجيب ماده زي الاحياء سواء قبل الامتحان او قبل الامتحان باسبوع او ليله الامتحان، ايا كان قبل ما تخش الامتحان لازم تعمل كده. تجيب الماده كلها وتخش على كل درس، تشوف الجزئيه اللي انت ضعيف فيها او هي صعبه عليك في فهمها او فيها لخبطه، تكتبها وتعيد عليها في كشكول خارجي، وتفضل تعيد في الاجزاء الصعبه دي. تاني حاجه والله نص الامتحان تقريبا في جيبك. نص الامتحان دلوقتي معاك. ازاي؟ الأسئلة المقالي 6 أسئلة و6 درجات مصطلح، و6 أو 5 علل، و6 أو 5 ماذا يحدث، وما النتائج، ورسمة. كل الكلام ده موجود معاك. ليه؟ لأنها عبارة عن معلومات، يعني هي موجودة في الكتاب، فأنت معاك نموذج الإجابة أصلا ما تذاكره وتعرفه. فأنت دي أسهل درجات هتحصل عليها في الامتحان، اوعى تضيع منها درجة. ذاكر الأسئلة اللي قلت لك عليها دي كويس. المصطلح مش التعريف، احفظ المصطلح، يعني اعرف المصطلح ايه مش التعريف ايه. انت كده كده تعرف الاثنين، بس اقصد وانت بتجاوب عود نفسك انك هتكتب المصطلح مش العكس، مش التعريف. علل، لازم تحل اسئله سنوات سابقه كتير، وانت بتعلل تبقى فاهم بتعلل ليه، مش تحفظ بس. انك لو حفظت بس مليار في المية هتنسى. وبنسبه كبيره لو انت بتاخد مع مدرس ازهر فالحته دي محلوله شويه. ليه؟ لانك بتحل معاه دايما امتحانات تحريري بنظام اخر السنه، وتحل معاه كتاب زي الذهبي او المشرف، فبتحل فيه علل كتير، عكس اللي بياخده مع مدرسين عام. ده محتاج مجهود شويه، لازم تبذل مجهود انت بنفسك، مستحيل المدرس بتاعك يبذله، هو ما يعرفش تفاصيل امتحانك اصلا. فلا بد انك انت تبذل مجهود في المقالي او ال 30 درجه بتوع المقالي بتوعك. وما تحاولش تتحايل على المصحح، يعني ما تحاولش تقول انا هكتب الاجابه بفهمي وان شاء الله ربك يسترها. لا، باذن الله ربنا يسترها معاكم. ولكن المصحح مش دايما بيبقى مدرس احياء اصلا، يعني ممكن يبقى مدرس رياضه عادي بيصحح احياء. فانت ساعتها تعمل ايه بقى؟ هو مش فاهم اجابتك، هو عنده نموذج اجابه مقيد بيه، ولازم الاجابه بتاعتك تبقى زي نموذج الاجابه، وساعتها هيحسبها لك غلط. ونص الناس اللي بتعمل تظلم بتروح تلاقي ان اجاباتهم مش مطابقه لنموذج الاجابه، وعشان كده اتحسبت غلط. وفاكر انت جمله اديك شلوت او اديك اسيوط؟ حرفيا ممكن تروح اسيوط حرفيا بسبب درجه. طب ايه المسلمات او الحاجات البديهيه اللي لازم تتعمل الفتره دي؟ لازم ولابد انك تحل بوكلت، سواء المرشد او الذهبي، وانا برشح الذهبي. وتحل امتحانات سابقه من 2020 دور اول ودور ثاني لحد دلوقتي، وتحل امتحانين او 3 او 4 على قد ما تقدر من امتحانات عام. اخر حاجه مش هطول عليك، مهمه قوي، اوعى تضيع وقت في انك تسمع فيديوهات طويله الفتره دي. انت محتاج تحل. على راي ميس جيهان سعد الله يبارك في عمرها، كانت بتقول ايه؟ الحل هو الحل. فلازم تحل الفتره دي، ومش بس تحل، انك تذاكر بنفسك المعلومه وتبذل مجهود في انك تحفظها. مختلف تماما انك تسمع الفيديو كده وقاعد مستقنيص وبتسمع المعلومه، لا، انك تبذل فيها مجهود وتحاول تحفظها وتعرض عقلك ليها، مختلف تماما عن سماع الفيديوهات. فوقت سماع الفيديوهات والشرح المفصل قوي ده يعني مش وقته خالص. واحب ابشرك بنسبه 99.9% باذن الله الامتحان بتاع الاحياء يبقى في مستوى الطالب المتوسط او فوق المتوسط. لو انت بس شاطر في الاحياء باذن الله تجيب درجه كويسه. ان في نوعيه طلاب ما بتحبش الاحياء اصلا وما بتنزلهاش من زور، وبتحب ماده زي الرياضه، دول مختلين بس موجودين. فمضطرين نعمل فيديو ان شاء الله باذن الله. النوعيه دي من الطلاب اللي هي ما بتحبش الحفظ وبتحب الفهم اكتر، نتعامل مع الماده ازاي في الفتره دي باذن الله. انتظروا الفيديو ده بس كده. سلام عليكم.